يا جدعان والله العظيم ما هينفع غيروا الحكمه دي، اسمعوا بس مني. اذا كان اللعيبه ما بتعرفش تلعب في العادي، ما بالك لما تبقى الحكم ده هي اللي موجوده؟ هيقعدوا يبصوا لها كمان، مش هيعرفوا يلعبوا اكتر. يا جدعان اسمعوا مني الكلام وغيروا الحكم دي. مش هينفع تحكم مباراه الاهلي والزمالك علشان خاطر عندها كام سنه دي، عشان تحكم ماتش كبير زي ده يعني. ازاي يحطوا لنا دي اللي تحكم ماتش الاهلي والزمالك؟ ازاي؟ اقنعوني انتوا، اقنعوني. ده كفايه محمد الشناوي يا عم. غيروها يا جدعان والنبي، غيروها عشان خاطر الواحد اعصابه هتتعب من الماتش وتشجيعه والكاميرات غيروا الحكم دي. مش ده اللي مهزوز يا درديري؟ انت عبيط في دماغك ولا ايه؟ ده يهزك انت وغزل المحله بتاعك ده، ولا انتوا نسيتوا نفسكم ولا ايه؟ هو عشان الواد مشي خلاص هتشوفوا نفسكم وتقول لي يتهز وما يتهزش؟ مش مهزوز يا حبيبي ولا حاجه، اللاعب رجوله وكل حاجه. مش عاجبكم رجعوه، رجعوه لنا يا عم، رجعوه لنا. لو مش عاجبكم رجعوه. هو السبب في الخساره انكم تتغلبوا 2-0 على اساس ان انتوا فريق بطولات واحنا مش عارفين. ده انتوا فريق على الله، قلنا يمشي رجله فيه لحد ما ربنا يكرمه ويجي له عقد احسن بكتير ويلعب فيه. لكن انتوا تقولوا لي هو السبب في الخساره. خساره مين يا عم؟ رجعوا لنا الراجل يا جدعان. يا جماعه دول الاثنين اللي هيعلقوا على قناه ام بي سي 2. الماتش هيتذاع في مصر، هتلاقي القناه الاولى كابتن مدحت شلبي يحييكوا وبيلعب فيكوا ويلعب بيكوا، وهتلاقي على القناه الثانيه فهد العتيبي رونالدو يمر ويلعب كوره. طبعا كلنا هنسمع فهد، مش هنسمع العبيط ده، سيبك منه. بلا مدحت شلبي بلا مدحت كولونيا. وان شاء الله خير، والاهلي هيكسب. طز في غزل المحله على الزمالك عادي يعني.